هنشوف النهاردة أفضل المواجهات اللي عملها الوحش بروك ليزنر على حلبة المصارعة، واللي أثبت إنه وحش بمعنى الكلمة. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفنا ادعمنا بلايك واشتراك القناة. المواجهة الأولى كانت مع دانيال براين في عرض سيرفايفر سيريس 2018. المباراة دي دانيال براين قعد يتلاعب ببروك ليزنر في أول المباراة، كان كل شوية ينزل من الحلبة علشان يستفز بروك ليزنر، لكن كل ده منفعش مع بروك ليزنر لأن ليزنر وجه له ضربة عنيفة فقد دانيال براين السيطرة على نفسه. ده بروك ليزنر قعد يضرب براين ضربات متتالية للدرجة اللي تخليك تحس انه بيعذبه مش بيلعبه مصارعة، لا وبيبتسم بعد كده. المشكلة ان بروك ليزنر كان قادر يفوز في المباراة من بدايتها، لكنه رفض ان يثبته، لكن ده خطأ كبير عمله بروك ليزنر في الوقت ده، لان دانيال براين وجه له ركلات مباشرة على رأسه. والحقيقة بروك ليزنر اخد شوية ركلات محترمين من دانيال براين. استمر تبادل الضرب بين الاتنين ومحاولات تثبيت فاشلة، لدرجة ان دانيال براين كان قريب جدا من الفوز على بروك ليزنر بحركة ياس لوك، لكن النهاية كانت في صالح بروك ليزنر لما وجه له ضربة F5 وغادر الحلبة بروك ليزنر بعد فوزه على دانيال براين. وبجد المباراة دي برشحها لكم لأن المباراة تستحق المشاهدة. أما المواجهة التانية بروك ليزنر ضد كيرت أنجل في راس المنيا 19. المباراة دي صنفت واحدة من أفضل النزالات اللي خاضها الوحش بروك ليزنر على الإطلاق في مسيرته الاحترافية. بصراحة المباراة دي انتصر فيها بروك ليزنر بصعوبة شديدة على المخضرم كيرت أنجل، لأن معروف إن كيرت أنجل خصم عنيد وأي مصارع يعمل له حساب حتى لو كان الوحش بروك ليزنر. لكن بروك ليزنر فاجأ الجمهور بحركة كانت هتقضي على مسيرته في المصارعة لما نط من فوق الحبل، وللأسف الحركة دي ما اتعملتش صح فنزل على منطقة الرأس، وده من ستر ربنا لأنها كانت هتموته. بصراحة كان الأداء بين الاتنين دول في المباراة كبير وأداء أكتر من رائع. بروك ليزنر ضد كيرت أنجل في سماك داون في سبتمبر 2003. المباراة الكلاسيكية برضه بين كيرت أنجل وبروك ليزنر في عرض سماك داون لعام 2003 تظل واحدة من أفضل المباريات على الإطلاق. المباراة استمرت 60 دقيقة وكانت عبارة عن مباراة رجل حديدي، نظامها بيعتمد على النقاط، يعني اللي يثبت التاني أكتر يكون هو الفائز خلال 60 دقيقة. استمرت المباراة بين كيرت أنجل وبروك ليزنر أداء جبار خلال 60 دقيقة عشان يقدر يحسم النتيجة في الآخر بروك ليزنر 5-4 لمصلحته. أما المباراة اللي بعد كده كانت بين بروك ليزنر ضد سي ام بانك في سمر سلام 2013. هزم بروك ليزنر سي ام بانك في مباراة سموها بعد كده مباراة العام في سمر سلام سنة 2013 ليلة الأحد. المباراة دي كانت وحشية اتعمل فيها كل حاجة. بصراحة الاتنين دول أثبتوا نفسهم في المباراة دي، وسبب المباراة دي إن بانك كان عايز ينتقم من مدير أعماله السابق اللي هو بول هيمن، اللي بقى بعد كده مدير أعمال بروك ليزنر، اللي خلى بروك ليزنر يشارك في القصة وتبتدي العداوة بين الاتنين. برشح لكم برضو المباراة دي اتفرجوا عليها وهتعجبكم بجد. بروك ليزنر ضد جون سينا في اكستريم رولز 2021. بصراحة المباراة دي من أفضل المباريات اللي شفتها بين النجمين دول. طبعا بدايتها ترجع ان بروك ليزنر دخل في عداوة شديدة مع جون سينا لما عمل كامباك لمصارعة WWE، شن هجوم شديد على سينا وحصلت عركة بين الاتنين قوية قبل ما يتواجهوا هما الاتنين في مباراة اكستريم رولز. وكانت احداث المباراة قوية لدرجة ان سينا جاب دم من كل حتة، لكن في الاخر بيفوز سينا بعد مباراة اكتر من رائعة. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك القناة. اشوفكم على خير، سلام.